الزيت معرفش ايه، السمنه معرفش ايه، يا عم ده رقبتك وجعتك قوم شوف حالك. عاجبك اعمل له لايك كده بالحسنى بصباعك اليمين ده اهو. رهيب. بألف انا شايف. والله يا عم صابر بيقولوا ايه؟ زيت الزيتون ما بيتسخنش على النار وكده. والله اللي ياكل هو اللي جايبه، صاحبه هو اللي جايبه، مش انا مش شغال بزيت زيتون. انا شغال بزيت نظيف كده وبس وخلاص، مش هنقوله اسمه. تمام التمام. يعني زيت الزيتون صاحبه اللي بيجيبه، بيقول لي سوي لي بيه، انا هقول له لا؟ يعني ده هو اللي هياكل. زي ما واحد مثلا جايب حته سمنه بيقول لي سوي لي بيها، برضك زي الفيديو اللي فات. مش هقدر اقول له لا، مش هقدر اقول له نوعها ايه عشان هو اللي هياكل. مش هقول له، انا مش هقول له. هي بقى الناس اللي بتتفرج مش عارفه حاجه زي كده. ده الناس اللي بيتفرج دول بيسلم بايه؟ بيحوروك يا فوكس. هم بيأذونا احنا بالكلام ده يا عم السيد. لا ده هم كده ايه بيحوروك. هو ولا كل فول ولا كل فول بالزيت ولا كل فول بالبيض ولا كل اي حاجه، هو راجل على السرير عمال يعمل لي كده. الزيت ما اعرفش ايه، السمنه ما اعرفش ايه، يا عم ده رقبتك وجعتك قوم شوف حالك. يا عم رقبتك وجعتك قوم شوف حالك، ما تعلقش على اي حاجه. تيجي الله تيجي الله فينا يا عم. وادي نوع زيت بردك تاني، وادي سمنه تاني ماشي، وادي الزيت بتاعي انا اهو اللي انا بشتغل به الطبيعي، مش هجيب صورته اهو. دي الطبيعي اللي انا بشتغل به دوت مثلا. لكن البعض من الحاجات اللي هي عندي زي كده وزي كده، الزيوت ديت هي اللي بتجيبها الناس. كل واحد بيحب مثلا ايه حاجه هو بيسوي بيها، انا بعملها له. وفي واحد يقول لي سوي بالحته الدهنيه بس، وفي واحد مساج، وفي واحد يقول لي سوي بالحته السمين بس. ماشي. واحد يقول لي زود فلفل، اقول له حاضر. تمام التمام. انت مش فاكر ناس على المزاجه. فيا سيدي لما انت كل واحد نفسه في حاجه بيقولها لي انا بعملها له. لا والله بألف انا وشفا. واحد مثلا معلق لفوكس بيقول له زيت الزيتون ما بيسخنش. طب صاحبه اللي عاوز كده يا عم انا اعمل ايه؟ هو عاوز ياكل بزيت زيتون، يا دوبك بنشمموه النار وخلاص بقى، بردك ما بنسخنوش ولا حاجه. ماشي يا فوكس. كل واحد بصراحه يا عم الصبر، انا بحب اخليك انت اللي توضح وتدي المعلومه. المعلومه يا باشا ديت من واحد مكوع بقول لك على السرير، اللي بيقول لك زيت الزيتون وحش، زيت الزيتون ما بيسخنش، صاحبه هو اللي هياكل، هو اللي جايبه مش انا اللي جايبه. تمام التمام حبيبي. قول له فوق له نفسك يا عم، ما تعلقش على اي حاجه تعدي عليك يا عم. قول له يا عم شوف اكل عيشك احسن، بدل ما بتعلق على اي حاجه كده بسيطه يعني ما تستاهلش الكلام. تعال افطر بقى كبده جمل، يلا لسه جايه اهي، لسه جايه من بطن الحوت اهي طازه اهي. اعملها ني بالطماطميه وهتشوفها من بعد ما اجلبها ني. يلا وسيبك من الكلام عشان رقبتك وجعتك من ايه؟ من التعليقات. التعليقات دي مرض يا عم الصبر. لا والله ربنا يهدي انفسنا. في ناس بتحب لو ما علقتش برضه ولا في انت بتحب صبعك. يا نهار ابيض. طب هو بيستفيد ايه؟ طب ما انا لو مش عاجبني فيديو اعديه وخلاص من غير كلام. لا ازاي؟ ايه المشكله فيه؟ ازاي اعديه؟ لو مش عاجبني فيديو فوكس اعديه من غير ما اعمل له دوشه. ده لو وجهه نظر يعني. لكن واحد يبحلك في التليفون ويكتب ويعلق ويغلب نفسه، طبعا ليه تغلب نفسك؟ ما تتفرجش عليه. هو احنا بنعمل كده، مش كل حاجه بتعجبنا. عاجبك اعمل له لايك كده بالحسنى بصباعك اليمين ده اهو. كده اخرم لي دي بألف انا وشفا. هات الطبق كيلو. ماشي هات كيلو الا ربع، طبق كيلو الا ربع بلف وكيلو الا ربع. حاضر ايه؟ ها احسن كيلو هنا لحبايبنا. يرفع يا باشا حبيبي. بيقول لي هاتوا الكيلو على طبقين ولف لي الباقي. هات الكيلو على طبقين ولف لي مقدار ربع. خلي منه ربع وتمن. ماشي تمام التمام.
هلف له الباقي. اتفضل انا وشيف. بألف انا شايف.